هل انا ممكن ابني عضل وانا صاحي من النوم بدون وجع؟ السؤال الحقيقي، هل الوجع اللي بيحصل لي ده معناه ان انا ببني عضل؟ بعد 12 ل 72 ساعه من التمارين بتصحى من النوم على وجع شديد جدا بيخليك مش قادر تتمرن العضله تاني غير بعد مرور يوم او يومين. الوجع الطبيعي ده بيجيلك من بعض الحاجات، زي زياده التايم اندر تنشن، يعني انك تتحكم في العده السلبيه كويس جدا باوزان مش خفيفه نسبيا. العلم اثبت ان العده السلبيه او الاكسنتريك كونتراكشن بيخلي العضله تطلع اكبر تنشن، يعني تولد اكبر قوه بدون الاجهاد الشديد للجهاز العصبي المركزي. من العوامل اللي برضو بتسببه هي زياده الحجم التدريبي في اليوم ده، يعني زياده مجاميع او عدات. وبرضو لو اضفت تمرينه مركبه جديده في جدولك بزاويه جديده عليك، ده ممكن يسببها لك. اللي بنتكلم عليها يا صديقي هي حاله فسيولوجيه بنسميها الدومز ديليد اونست ماسل سورنس، وده شيء طبيعي حدوثه خصوصا في الحالات اللي انا قلتها من شويه. بيحصل مايكرو تروما على نطاق العضله بيسبب الوسيله الاساسيه للدفاع في الجسم وهي الالتهاب، وده اللي بيخليك حاسس بسنه حراره مصاحبه للوجع ده. الماسل سورنس ليست غايه عايزك توصل لها، ولا هي وسيله بتستخدمها، لانها لا تعني الزياده العضليه، ومش بتحدد مدى حسن او سوء التمرين اللي انت اتمرنتها، عشان ما تزعلش نفسك على الفاضي. انا هنا جاوبتك، عاوزك انت تجاوبني. هل ممكن اتمرن العضله وهي فيها سورنس؟